اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بأمر الله هنعمل مع بعض القلقاس. طبعا احنا عارفين بن القلقاس بقى مرمل وزي العسل، لأن الدنيا طبعا شتت عليه. القلقاس الشتوي بيبقى طعمه حلو جدا عن القلقاس الصيفي، بيبقى مسكر ومش حلو وما بيستويش. لكن القلقاس الشتوي حلو جدا. فعشان كده انا استنيت لما الدنيا شتت كده عليه وقلت اعمله. انا عندي في الفريزر بس قلت اعمل طازه كده معاكم. عندي كده فرختين بلدي كده بالشكل ده، غسلاهم كويس بالملح والخل والليمون والدقيق، ونقعاهم لمدة ساعة، وبعد كده غسلتهم تحت المية الجارية. وهبتدي ان انا اعمل عليهم احلى قلقاس. برضو القلقاس ممكن ان انا اعمله على مرقة اللحمة او شوربة اللحمة، بيبقى طعمه حلو جدا، وكنا عاملينه قبل كده مع بعض على شوربة اللحمة. عندي السلق بصي اخضر كده وطازة واخد لمعة وحلو جدا، هو والكزبرة. اول حاجة هعمل معاكم الشوربة اللي انا هعمل عليها القلقاس. معايا مية كده بتغلي على النار، لازم طبعا المية تكون بتغلي. هنزل بقى في المية بطماطمتين، انا يعني ايه، فتحيهم كده اربعة. ممكن لو حابة تضربي الطماطم في الخلاط اضربيها عادي. انا ايه قطع فتحت الطماطم كده اربعة، وقشرت البصل وفتحته برضه اربعة. دلوقتي انا نزلت بملح بفلفل اسمر بمستكة بحبهان بورق لورا، ونزلت بالطماطم بتاعتي والبصل بتاعي بالشكل ده. وهبتدي ان انا انزل بالفراخ بتاعتي، وزي ما اتفقنا ممكن ان انا اعمل القلقاس على فراخ او لحمه اي حاجه، المهم ان تكون شوربه عندي اعمل عليها القلقاس. وطبعا زي ما احنا شايفين انا لازم لما انزل بالفرخه كده في الشوربه انزل بيها يبقى الصدر تحت، صدر الفرخه كده بيبقى ايه تحت، والجناح كده من فوق زي ما احنا شايفين. اول ما بتدخل الفرخه في السوا او خلاص كده بتاخد 3/4 سوا، ببتدي ان انا اقلبها على الناحيه التانية. تمام تمام. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص كده انا بحضر الشوربه بتاعتي وسقطت الفراخ بتاعتي او اللحمه بقى بتاعتي ايا كان. هبتدي بقى ان انا والحاجه عندي على النار ان انا ايه بقى اقطع القلقاس بتاعي. انا بعمل كل حاجه في نفس الوقت. يعني بعمل الرز، بقطع القلقاس، بنضف الخضره، بسلق الخضره، كله في نفس الوقت. الاكل ما بياخدش معايا ولا وقت ولا جهد ولا اي حاجه. هبتدي دلوقتي ان انا اقطع القلقاس. طبعا انا هقطع قدامكم القلقاسه الكبيره لان هي اللي بتكون اصعب. بصي بقى انا بقطع والحامل عمال يتهز انا بقطع والحامل يتهز. ببتدي بقى ان انا دلوقتي اقطع القلقاس بتاعي، وهوريكي دلوقتي تقطيعه القلقاس. دلوقتي زي ما احنا شايفين، بقطع القلقاسية، بشيل الراس كده من فوق، وبعد كده بقسمها اتنين بالطول. وبعد كده ببتدي ان انا ايه اقطعها كده زي ما احنا شفنا. وبعد كده بقطعها بالشكل ده، بقشرها، بقطعها حتت وبعد كده بقشرها وبعد كده بقطعها مكعبات. الطريقه دي سهله جدا، تحمي ايديكي ان انت ممكن، في ناس بتمسك القلقاسه كده على ايدها وتقطعها. الطريقه دي سهله. المكعبات بتطلع كده متقاربه جدا من بعضها زي ما احنا شايفين. سهله وبسيطه. حتى لو بتفرزيه، انا كنت مفرزاه قبل كده على القناه معاكم. حتى لو بتفرزيه، تفريزه بيبقى سهل جدا عليكي وما بياخدش وقت ولا جهد ولا تعب ليكي خالص. هبتدي بقى خلاص انا قطعت القلقاس زي ما شفناه بالشكل ده. هبتدي دلوقتي احضر السلق. بعمل ايه بقى في السلق؟ بجيب السلق باخد الورق بتاعه، بستغني عن العرق ده خالص. نفس الشيء هعمله في الكزبره، باخد الورق بتاع الكزبره بس وبستغنى عن العرق اللي هو في الكزبره. باخد ورق السلق بالشكل ده. هعمل برضو الكزبره بنفس الشكل او بنفس الطريقه. بس الخضره جميله ازاي، مرعرعه. هبتدي بقى ان انا برضو ايه يعني اقطف بقى، او ان انا اقطع كده الورق بتاع الكزبره واستغنى عن العروق بالشكل ده. طبعا بقى هاخد الخضره بتاعتي دي، اهم حاجه ان انا اغسلها تحت الميه الجاريه كويس جدا. وبعد ما بغسلها بنقعها لمده ربع ساعه في خل. اهم حاجه ان احنا ننقع الجرجير او اي خضره بجد في خل، وبعد كده بحطها في مصفى وافضل اغسل فيها كتير كتير كتير. بعد كده هاخدتها حطيتها في حله بالشكل ده. احط ربع كوبايه من الميه، ما تكتريش الميه لان السلق هينزل ميته. غلى معايا كده السلق غلوتين ما تكتريش عشان ما يتهراش منك. هطفي عليه واسيبه يبرد. كنت بحضر بقى الرز، بحمر الشعريه دلوقتي. حمرتها طبعا ونزلت بالميه خلاص بقى والملح، وظبطت الميه والملح بتاعتي. خلاص كده ركنت الرز على النار، حضرت السلق بتاعي، قطعت القلقاس. انا دلوقتي مش مستنيه غير ان الفراخ تستوي بحيث ان انا اخد المرقه او اخد الشوربه وابتدي ان انا ايه
هاخد بقى الفراخ كده باصفّيها كده بشوكة، وهابتدي إن أنا أحطها في الصينية لإني هادخّلهم تحت الشواية، وهنشوفهم دلوقتي كده مع بعض. هاخد بقى الشوربة، أصفّي شوية شوربة على قد القلقاس اللي أنا هاستخدمه. مش هاكتّر شوربة، هاحط شوية من الشوربة لإن أنا طبعًا هاخد السلق بتاعي بعد ما يبرد أضربه في الخلاط، فما اكتّرش شوربة وارجع أحط السلق تكون مَيّة القلقاس كتير. حطّي شوية شوربة مش كتير، وبعد كده ضيفي القلقاس، وبعد كده ضيفي السلق. لو لقيتِ نفسِك محتاجة شوربة تاني أو تقيل هتزوّدي، أحسن ما يخف منِّك ويبقى طعمه مش حلو. نزلت بالقلقاس بتاعي بُصّي زي الفل إزاي معايا، طبعًا غسلته كويس جدًا، نقعته وغسلته كويس جدًا وفركته بإيديّا كده عشان ينزّل أي حاجة فيه. نزلت بقى دلوقتي بالسلق بتاعي، بُصّي بقى أول ما أقلّبه بسم الله ما شاء الله، لون السلق حلو جدًا عشان هو طازة. دي طريقتي المعتمدة في القلقاس. في ناس بقى بتاخد السلق بتحمّره مع التومة، يعني في ناس بتلاقي لون القلقاس غامق أوي، بتلاقيه تقيل، أنا باحب إن أنا أعمله كده، هاحمّر تومة معاكم دلوقتي وكزبرة وكل حاجة. معايا بقى معلقة من السمنة، السمنة عشان الجو بقى ساقعة، فإيه جمدت كده معايا، فنزّلت السمنة كده في قلاية بقى أو في أي حاجة عندِك، وهانزل كده بمعلقتين من التوم المفروم. دقيت في الهون كده شوية توم، وطبعًا هادّيها إيه، يعني أول ما ريحة التوم هتطلع معايا، هابتدي أنزل بالكزبرة الناعمة بتاعتي، نفس تقلية الملوخية بالضبط هي اللي باعملها للقلقاس. هابتدي أنزل بمعلقتين كده من الكزبرة، هابتدي بقى إن أنا أغلِّف الكزبرة مع التومة مع السمنة، وهنا بقى كانت الريحة سيدي يا سيدي، بجد كانت ريحتها خطيرة. طعم القلقاس كان حلو أوي بجد، على فكرة أنا من عشاق القلقاس، باحب جدًا القلقاس. آمم، طعمه كان خطير بجد والله، الطريقة دي حلوة وخفيفة جدًا وسهلة. طريقته بسيطة، قُلت لِك بقى طريقة القلقاس، طريقة تقطيعه. بُصّي بقى كده شكل القلقاس وهو بيغلي معايا، هابتدي بقى إن أنا خلاص أنزل بالتومة بتاعتي، بُصّي بقى شايفة الطشة طشِّت. مين بيعمل بقى الحركة دي؟ نحط معلقة كده من السلق، حتى الملوخية برضه بنعمله كده، نحط معلقة وننزّل بقية التوم، قال يعني خلاص يا جدعان. هاقلِّب بقى القلقاس، طعمه حلو أوي بجد، وعايزة أقول لِك إنه ما خدش معايا غلوة، يعني بجد استوى معايا بسرعة. وده كان شكل الأكل كده النهائي. بُصّي القلقاس هاورّيكِ إزاي استوى وداب دوب معايا، وعايزة أقول لِك إن القلقاس الشتوي ما تقلقيش، يعني لو جبتِ واحدة كبيرة وواحدة صغيرة الاتنين بياخدوا نفس السِوَى. عملت رُز بُصّي مفلفل إزاي بالشعرية عسل، الجو النهارده كان برد جدًا في إسكندرية، فكان بجد، بجد محتاج الأكلة دي. بُصّي بقى دايب دوب إزاي مرمّل، 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 والله تحفة. اوعوا بقى تكونوا ناسينّي في اللايك، اوعوا تكونوا ناسينّي في الدعوات، أنا باحبكم جدًا، أحلى أخوات والله العظيم. والله يا جماعة بجد معرفة الناس كنوز وأنتم أحلى ناس، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بُصّي بقى الفراخ أنا ما حمّرتهاش ولا في زيت ولا في حاجة، دخّلتها زي ما هي تحت الشواية، طبعًا مش عارفة إن أنا أقطعها لإنها سخنة طبعًا والبخار طالع أهو واضح خالص. بُصّي العضمة انفصلت خالص، أكبر دليل إنها دابت دوب. جرّبي بقى القلقاس بالطريقة دي، باحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، باي باي.